من مائك، من جبالك، من هوائك، من أريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا من. هو اللي خلى سي في باش تفوز بهذا الكاس. هل بونو والحكم هما السببان الرئيسيان في خسارة روما للقب؟ لا، بونو وليس الحكم. الأداء الضعيف للحكم وتغاضيه عن تصفير ركلة جزاء بعد لمسة فرناندينيو. كان يقدر يصفر ضربة جزاء وما يسجلوهاش محمد، ولكن نقول بونو هو اللي خلى سيفي تفوز بكأس أوروبا. سيفيا أو مع نهائي اليوروبا ليغ المتخصص إشبيليا أطاح بروما، ولكن بركلات الترجيح بعد مباراة انتهت بهدف في كل شبكة، وصنعت جدلا ولغطا كبيرا بسبب وجود مورينيو كمدرب لروما. تعرفون بأن مورينيو يصنع الجدل أينما رحل وارتحل. مورينيو ألصق هذه الهزيمة بشماعة الحكام وقال بأن الحكم هو سبب خسارة روما، وألقى بميداليته إلى الجماهير كنوع من التعبير عن الرفض والغضب لخسارة روما، هذا النادي الذي كان يمني النفس بلقب أوروبي بعد مسيرة شبه ناجحة هذا الموسم، رغم أنه لم يتأهل إلى دوري الأبطال. لكننا شاهدنا روما يعود بعد زمن فرانشيسكو توتي آخر ملوك روما. شاهدنا روما يعود هذا الموسم ويفوز بالكثير من المباريات. يعني لو نتحدث قليلا عما جرى في هذه المباراة والاتهام الرسمي الذي وجهه اليوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمورينيو، اتهمه بسوء السلوك في النهائي. نريد أن نتحدث من الناحية الفنية ثم عما حدث على خط التماس. هل كان يستحق إشبيليا الفوز وروما الخسارة؟ لا، يعني التكنيك المقابله يعني نقول لك كانت متوازنه ما بين الفريقين. ومورينيو زعف كثير على ضربه الجزاء اللي ما عطاوهالوش، يبقى هو سبيسيال وان. ولكن الاوروبا ليغ هذه انا والله بالنسبه لي يعني تقريبا يسميوها اوروبا اشبيليا، يعني الفوز السابع لهم واول خساره لمورينيو. ولكن المقابله حدتها كانت مقابله قويه. شفنا بونو في ضربات الترجيح دائما ما يصنع الفارق، ومورينيو لما زعف من حقه يزعف على حساب ضربة جزاء كان شرعي على حسب ما شفت انا. نعم، هذه ركلات الجزاء التي انتهت لصالح إشبيليا 4-1. تفضل حسين. محمد، من الناحية التقنية إشبيليا كان يعني بخطى يعني جد كبيرة أحسن من فريق روما. روما كان يدافع محمد، وإشبيليا كان يصنع في الفرص. نشوفوا باللي إشبيليا كان قادر يسجل عدة أهداف، لكن الشيء اللي هنا وش تشوف محمد؟ فريق روما هو اللي يستاهل يفوز بهذا الكأس، لأن من ناحية التقنية فريق إشبيليا كان أحسن منه. لاعب فريق روما نعرفوا الكرة الإيطالية يحبوا دائما يلعبوا الدفاع، كان يلعب يعني بالكتلة المتأخرة مورينيو محمد، والكتلة المتأخرة هذه جعلته دائما ما فريق إشبيليا من ناحية تقنية أخذ عليه يعني أرضية الميدان، لعب له في منطقة تاعو، في المنطقة تاع فريق روما. نشوفوا محمد فريق روما كانت عنده ضربة جزاء، كانت لقطة تاع 2-1، ونعرفوا كيف فاز مورينيو ضد برشلونة كي كان في الإنتر، فاز بالطريقة اللي لعب بها مع روما. نشوفوا هنا الحكام محمد عندهم عقدة مع مورينيو، الفيفا اللي عندها عقدة مع مورينيو، أو اليوفا اللي عندها عقدة مع مورينيو. نشوفوا لاعب راكيتيتش يخرج بالبطاقة الحمراء، كانت عنده بطاقة على ما أظن بطاقة صفراء. كانت مراوغة جميلة من وسط الميدان تاع فريق روما، ما نذكرش اسمه، رقم 8 على ما أظن. ماتيتش كانت ليس ماتيتش، لاعب آخر وسط الميدان. كان يعني دريبلا لاعب راكيتيتش بطريقة رائعة في وسط الميدان. كان تدخل عنيف من راكيتيتش محمد ولا حدث. نشوفوا مورينيو محمد دائما ما يكونوا عنده مشاكل مع الحكام. أعطينا صور مورينيو وهو يلاحق الحكم إلى مرآب السيارات ويوجه له كلمات مشينة ومهينة. طبعا الاتحاد الأوروبي لم يسكت على هذه الفعلة، كما لم يسكت على هجوم مورينيو على الحكم خلال المؤتمر الصحفي. ومن دون شك الحكم تايلور السبب في خسارة روما، والأخطبوط بونو أيضا تسبب في خسارة روما. بونو الذي يفوز باللقب للمرة الثانية في مشواره ميدو بعد لقب 2020، وبونو كان حاسم ضد الانتر في 2020.
بونو كان حاسم ميدو في العديد من المباريات التاريخية لنادي إشبيلية، وأيضا المباريات التاريخية للمنتخب المغربي. حقيقة واحد من أفضل الحراس حتى في كأس العالم قدم نعم. مستوى كبير نعم. جدا. بونو أنا حبيت تحدثت على كل شيء. حبيت نتحدث على المدرب مانديليبار، المدرب السابق لنادي أيبار. أول لقب في مسيرته، هو كبير في السن نوعا ما مانديليبار. أول لقب أنا بالنسبة لي ما حققه إشبيلية يعود إلى المدرب مانديليبار. لما جاء مانديليبار مسك زمام الأمور خلف المقال خورخي سامباولي. الفريق كان في المركز ال 15 على ما أعتقد ويعاني، كان قريب على بعد نقطتين فقط من مناطق الهبوط. لما جاء مانديليبار بنفس اللاعبين تغيرت العقلية. كان أقصى مانشستر يونايتد وأقصى اليوفي، واليوم فاز على روما ويتواجد في المركز العاشر على ما أعتقد في ترتيب الدوري الإسباني، وسيشارك رسميا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ما قام به مانديليبار ماهوش أفضل مهاج غوارديولا، لكن جاب هو من غير من شكل الفريق كليا منذ قدومه قبل شهرين من الآن. وإشبيلية يلاحق الآن عظماء أوروبا الخمسة. إشبيلية الذي فاز ب9 ألقاب أوروبية مجتمعة، لا يتفوق عليه إلا ريال مدريد 16 لقبا، برشلونة 12 لقبا، ميلان 9 ألقاب، ليفربول 9 ألقاب، وبايرن ميونخ 8 ألقاب. يعني نادي أصبحت له مكانة مع الكبار. المكانة في أوروبا مع الكبار. كما تكلم ميدو الفضل يرجع كثير للمدرب، لأننا نعرفوا باللي كان عندهم بوكي سامباولي ومن قبل سامباولي اللي راهو كان عندهم جوليان لوبيتيغي اللي في فولفرهامبتون. يعني هذا الفريق هذا ولو عنده نعرفوا باللي سيدي كانت تلعب دائما على المراتب الأولى، كانت تنافس البارسا وتنافس الريال وتنافس الاتليتيكو، ولكن الموسم هذايا كان كارثه بالنسبه لي، كانت كارثه لهذا الفريق هذا. ولكن بعد وصول هذا المدرب اللي نرفعوا له القبعه، لان يعني لحق هذا الفريق الى النهائي وفاز باوروبا ليغ. ولكن ولو راهو في المرتبه العاشره، نقول باللي يعني الموسم ما نقولش ناجح في الدوري الاسباني، ولكن ناجح في اوروبا. نعم. كريس سمولينغ ايضا خطف الاضواء بادائه الرائع، راقب يوسف النصيري عن قرب وادى واحده من افضل مبارياته هذا الموسم. اعتقد بانه من جانب روما سمولينغ كان الافضل، ومن جانب اشبيليا بونو كان الافضل. شوفوا نقاط قوة فريق إشبيلية هي المهاجم نصيري، ونصيري معروف خطير محمد في الارتقاءات تاعو، أقطع عليه كل الكرات العالية، لاعب اللي يمتاز بارتقاءات جد عالية. ارتقاءات تاعو مثل كريستيانو رونالدو في بعض الأحيان، دار يعني لي ديتونت اللي دارهم رونالدو هذا يحسب لهذا المهاجم. لكن سمولينغ محمد شفناه يعني طويل القامة وزيد يعني صوتي، يعني عنده ارتقاء كبير، وين يعني وضعه يعني في الجيب محمد كما نتكلموا. كان ند معاه. وسمولينغ يعني مدافع شرس، مدافع قوي، مدافع اللي يمتاز بعده خصائص اللي تسمح له باش يوقف اي مهاجم في العالم. نعم، كريس سمولينغ قدم مباراة كبيرة، خاصة انه اشبيليا طيلة المباراة هو يلعب على التوزيعات من جهه خصوص نافاس الجهه اليمنى، ولا لما دخل كيك الجهه اليسرى، بوجود لاميلا، بدخول لاميلا وسوسو ايضا براست مكان براين خيل، بوجود ايضا اوكامبوس اللي كان سم قاتل في محور دفاع نادي روما. كل هذه الامور اعتقد بانه سمولينغ، وبالاضافه الى الحارس ايضا روي باتريسيو، لو انه روي باتريسيو ما كانش عنده عمل كبير جدا مقارنه بياسين بونو. ياسين بونو اللي انقذ اشبيليا من هدف ثاني في دقيقه 89، مخالفه اللي لعبها بيليغريني صغيره نحو سيزار بيلوتي اللي كانت تصدرها تقريبا كي تشوف الاعاده لو بو دي بو دي دوا، يعني قاسها بهذا الاصبعين بالانامل واصطدمت بالقائم وخرجت. اخر خبر يصلنا حاليا انه امكانيه كبيره لمعاقبه مورينيو بعد وصول التقارير السوداء ضده في هذه المباراه. قلنا مورينيو احتج كثيرا على قرارات الحكم، لاحقه حتى مرآة بالسيارات وشتمه واسمعه كلمات نابيه، هاجمه خلال المؤتمر الصحفي، اشتبك ايضا مع لاعبي او بدلاء نادي اشبيلية أجوان جوردان على خط التماس.
رمى بالميدالية الفضية، البعض قال بأنه أهداها لطفل صغير، والبعض قال بأنه ألقاها للجماهير. عليها ديجا في الكوميونتي شيلد ضد أرسنال. نعم، إذا تصرفات كثيرة ومثيرة للجدل، بطلها سبيشال وان مورينيو الذي صرح وقال لمسؤولي روما: لقد تعبت الآن. هل هي إشارة أنه سيرحل الآن بعد خسارته اللقب الأوروبي وخسارته للتأهل إلى الشامبيونز ليج رفقة روما الموسم القادم؟ كيف سيكون مستقبل مورينيو؟ سؤال وعلامة استفهام كبيرة ننتظر الإجابة عليها في الأيام القادمة، لأن البي اس جي يتربص بمورينيو وكذلك ريال مدريد يتحدثون عن مورينيو. هل سيبقى مورينيو في روما أم سيرحل إلى فرنسا أو إلى إسبانيا؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القليلة القادمة. أي شيء لم نتحدث عنه في هذا النهاية قاسي؟ لا، هضرنا على كل شيء، ما كنت تكلمت على مورينيو.